في الفترة الأخيرة لو خدت بالك أنا ما كنتش موجود على يوتيوب ولا أي مكان تاني تقريبا. كنت حاسس إني مضغوط من ناحية الكلية وحياتي، التفكير في الأهداف وأنا بعمل إيه وهوصل لإيه وإيه المفروض أعمله، الصياح وتأنيب الضمير بتاع أنت بتعمل إيه في حياتك آخر كل يوم، وبيتهيألي جه الوقت اللي لازم آخد فيه أجازة من كل ده. أيوه بالظبط كده، هو أسبوع الميد ترم اللي آخد فيه أجازة، هو ده بالظبط. اه، صباح الخير. النهارده نوعا ما يوم فاضي، يعني مفيش غير انا والاوضه بتاعتي وست مواد عايزين يتذاكروا. انا اصلا كنت كاتب التاسكات بتاعتي هنا من امبارح، علشان يعني انا ما كنتش كتبتهم، ما كنتش هعمل حاجه النهارده خالص عشان اليوم فاضي بقى. مفيش احسن من اليوم الفاضي انك تضيعه على يوتيوب، والبرنامج ده اصلا رايق، يعني هو تبع مايكروسوفت تو دو، فموجود على ويندوز وموجود على الموبايل، فيعني حاجه احلى. يعني هو زي نوشن كده بس هو متخصص اكتر في التو دو، ودي حاجه يعني حلوه جدا يعني. 6 مواد منهم 3 مفتحتهمش من أول الترم، وتقريبا كل محاضرات التلاتة التانيين. رمضان داخل وأسبوعين على الميد ترم، المفروض كل ده يخلص فيهم. هي دي بالظبط الزنقة اللي ممكن تخليني أنسى كل حاجة تاني في حياتي. مفيش تاسكات كتير في أول اليوم ولا تفكير في الأهداف اللي عايز أحققها في حياتي. حيث يوجد الميد ترم والامتحانات بتختفي الحياة ويتركز التوتر كله على حاجة واحدة، مما يؤدي بقى في الآخر الراحة من التفكير الزايد على 500 حاجة في نفس الوقت. وتبقى فترة زنقة الامتحانات، المحاضرات، القهوة والأوضة بتاعتي وبس. الحمد لله، السكشن خلص كده. اول سكشن خلص من 4 سكاشن. طيب خلاص خلصنا ربع الماده اهو. الدنيا سهله اصلا، على عكس ثانوي. انا صيف بتاع ثانوي ده غير صيف بتاع الكليه خالص. اصل الكليه يعني مش مهم اجيب ايه بلس، يعني مش مهم اجيب ايه بلس، اصل مستقبلي مش هيتغير لما اجيب ايه بلس. دلوقتي بقى فيه هدف واحد، اللي هو هدف واحد انت كده كده هتوصل له، ايا كان جبت ايه بلس او ما جبتش ايه بلس، فانت خلاص هتوصل لده وهتاخد نفس الشهاده في الاخر. فمبقاش الاهتمام يعني زي ثانوي. انا مفيش مذاكره يعني تقريبا خالص، بس بحضر المحاضرات يعني عشان الزيف بتاع ثانوي برضو لسه ليه شويه تاثير. بس بشكل عام مبقاش اصلا في غير هدف واحد انا اسعى عليه، غير اللي هو انجح كل ترم. بس مش شرط ايه بلس. يعني الترم الاول انا اصلا كنت جبت بي بلس مش ايه بس، وكمان ما كنتش بذاكر، خصوصا كمان ان الكليه بتاعتي بالذات مش معتمده على الكليه. يعني هو انت وفهمك واجتهادك وبتنجان، ومش فارقه. فانت كده كده هتوصل لنفس المستقبل، فهو الطريق واحد. فمش مهم ايه بلس. لما بيجي اوقات كده وافتكر ثانوي وقد ايه انا كنت مهتم اللي كنت بعمله كل يوم، كان كل يوم بذاكر، كل يوم في دروس، وكانت الدنيا فعلا صعبه. انما دلوقتي يعني الدنيا رايقه. الدنيا رايقه مقارنه بثانوي. انا مش مضطر ان انا اذاكر نفس المذاكره دي. فايا كان ايام وراحت لحالها. امبارح النت كان فاصل عندي، قلبت الاوضه يعني نقلت السرير ده كان هنا، فحطيته هنا. وكان عندي مكتب هنا في الحته دي، فنقلت المكتب وحطيته جنب المكتب ده. وكان عندنا بلاي ستيشن، محل بلاي ستيشن، فخدت الشاشه دي من هناك وخدت البلاي ستيشن ده، بس متفرمط لسه، متفرمط خالص. وانا عامل شويه العاب كده ممكن احطهم هنا، هروح احملهم في. يعني لو تعرف لعبه تانية كويسه برضو قول لي، عشان انا المكان بعيد وانا مش هروح كذا مره. المهم ان كده خلصت محاضره وفاضل كمان 3 او 4 محاضرات، ولسه عطلان. فعايزين نروح نزقه شويه، والساعه 11 ونص اصلا. لو سألت أي حد أو شفته بيتكلم عن إزاي تقلل التوتر أو تريح نفسك، هيكون بالظبط الإجابة المنطقية، وهي خد بريك، استمتع بحياتك، مش كده؟ طب إزاي بقى؟ إزاي ممكن آخد بريك واستمتع بحياتي وحياتي هي أصلا اللي عاملة التوتر ده؟ هو ممكن آخد بريك من حياتي؟ طب إزاي هبطل تفكير في كل حاجة مهمة من الأهداف اللي عايز أوصل لها، وأقعد وأشوف فيلم مثلا؟ مش هكون بستمتع، بالعكس ده أنا هاجي في آخر اليوم وضميري يعنبني أكتر من الأول. دايما عندي مشكلة مع البريك ومعناها، فبالنسبة لي فالبريك هو إن يكون في حاجة من اتنين: إما حاجة أكون فيها مضغوط جدا فما يكونش فيه مساحة ولا وقت أفكر في أي حاجة تانية تخليني أحس إني متوتر وإن حياتي ملهاش لازمة، أو هدف يكون قدامي بس عليه كل يوم من غير ما أفكر في حاجة تانية، حاجة تستحوذ على تفكيري وتحسسني إني بعمل إنجاز. وهنا يجي أسبوع الميد ترم، مش إنجاز ولا حاجة، وإنما ضغط مذاكرة الترم كله في كام يوم بس. فإيه هو تعريف البريك بالنسبة لك؟ تمرينة سريعة. دلوقتي بقى مش هذاكر، عندي شويه شغل على لابك. ولابك هو الموقع بتاعنا واخويا اللي احنا شغالين عليه بقالنا كتير جدا، واللونش بتاعه كان الاسبوع اللي فات، اللي هو الاطلاق بتاعه مره تانية. تشيك الموقع هتلاقيه في الديسكريبشن، خش شوفه وشوف الدنيا. ولو انت مهتم بالتكنولوجيا والتقنيه واللابات اكتر، وازاي اصلا تسرع اللابتوب بتاعك او الجهاز بتاعك، هسيب لك برده قناه اليوتيوب وحاجات التواصل بتاعت الموقع بتاعنا.
هكون ممتن جدا يعني لو شفتوها. المهم ان دلوقتي عندي شويه شغل على الموقع وهعمل فيديو كمان، ففيديو هينزل ان شاء الله الاسبوع ده، فما تنساش تتشيك الموقع. محمد كتبت. محمد بتعمل ايه؟ ولا بتعمل ايه؟ بكتب. بتكتب ايه؟ بكتب. واجب مين؟ واجب الأب الأمياء. طيب، ومحمد كمان بيكتب واجب الأب الأمياء، فيعني هو مش هنسكيب أي جزء من أجزاء المذاكرة. جود جوب يا. فيديو خلاتي خط جميل. أنت بتكتب إنجليزي كمان؟ تعرف تقول من 1 لغاية 10؟ 10. اه 1 2 3 4 5 6 8 9 10. لا غلط. لا 1 2 3 والصفر لغاية فين؟ 7 دي بعد 6. عندي شغل على باقي. عندي شغل على لابي. لبك من ايه؟ سيب يا قوم. عندي شغل على بالي. انت مش عارف تقول من 1 ل 10 صح؟ عارف منين؟ قولهم كده. 1 2 3 4 5 6 بعدها تاني. شفت بقى؟ شفت؟ 1 2 3 4 5 6 7. 7. عندي القطه دي مش عارف يعني والله يعني هي عايزه تاكل وانا باكلها وبتاع، بس مش راضيه تخلينا نلمسها، انت فاهم؟ بص قاعده معايا على طول اصلا، كل شويه تيجي تدخل الاوضه تقعد معايا، تطلع تقعد معايا على المكتب هنا وتنط فوق كده وتعمل حوارات. بس المشكله ان انا اصلا مش عارف. ايا كان انا دلوقتي خلاص يعني تقريبا بفنش في الفيديو اهو، الفيديو اللي هو اللي هينزل الاسبوع الجاي على لابك. ما تنساش تشيك اللينك في الديسكريبشن تحت، ماشي؟ كل سنه وانتم طيبين، رمضان خلاص يومين كمان من دلوقتي تقريبا. Won't feel pressured or anxious in your presence. الراجل ده بيقول سيب القطة وهي هتجيلك وقت ما هي هتعوز، يعني تجاهلها. بس أكتر من كده تجاهلها ازاي طيب؟ مش مشكلة، أنا هبقى أضرب القطة دي لما تيجي أصلا. Je voudrais du soleil vert, des dentelles et des théières, des photos de bord de mer, dans mon jardin d'hiver. فاضل لي تاسك واحدة أخيرة، وبصراحة أنا زهقت من القعدة في البيت أصلا، عشان أنا تقريبا ما طلعتش النهاردة غير إن أنا رحت الجيم بس. فقلت إيه، اللاب مش راضي يفتح. قلت أطلع هنا أخلص التاسك دي. كده أصلا هي محاضرة نظرية، يعني ما فيهاش شرح ولا رياضة ولا أي حاجة، فأنا بس هسمعها ومش تاخد وقت يعني. فالمكان ده جامد جدا يعني، وكمان فاضل بتاع تلت ساعة على المغرب، فخلينا ناخد آخر تاسك دي سريعا كده. وجايب كمان معايا كتاب الأغنى رجل في بابل، فاضل لي فيه. بصراحة أنا ما عجبنيش غير الجزء الأول منه، يعني اللي هو لغاية أما كان بيحكي قصة أغنى رجل في بابل ده. إنما بعد كده مش عارف بصراحة، ما عجبنيش اللي بعد كده. فالمهم إن أنا هقرأ فيه كمان شوية، وهتكون المغرب أذنت فهنزل بقى. عايز أسمع فيلم النهاردة. المهم خلينا نخلص التاسك الأول. بس الدنيا مش معقدة قوي كده. البريك ممكن يكون ساعات حاجة بسيطة زي فيلم مثلا أو كيس اندومي، بس ده ما هو إلا بريك مؤقت، مش هيريحك من التفكير إلا 5 دقايق مثلا. فأعتقد إن الطريقة اللي ممكن تقلل بيها التوتر ده هو إن تطحن نفسك في الشغل في الحاجة اللي مخليك تحس بالتوتر ده. يعني مثلا لو منهج فتذاكره جامد لغاية ما تبقى مذاكره كويس فما تحسش بالتوتر من ناحيته. لو مفيش سبب خالص انت للجيم وخد تمرين فيها نفسك لغاية ما تبقى مش قادر تفكر في حاجة. انما بقى لو عملت زوم اوت شويه وبصيت على حياتي من بره من غير دراسه، حياتي بس باهدافي الكبيره وازاي هعيش حياتي اللي نفسي اعيشها، فهنا هلاقي علامه استفهام كبيره مش لاقي ليها اجابه غير ان بس ان ده مش وقت التفكير فيه، وانما اركز على الحاجه اللي في ايدي دلوقتي. وكده كده الماضي عدى والمستقبل هيجي عاجلا ام اجلا، فهي اللحظه اللي انت فيها واللي انا فيها وبس. المغرب أذنت وأنا خلصت تقريبا نص المحاضرة بس وما لحقتش حتى أقرأ أي حاجة في الكتاب، فهو نصيبه ما يتقرأش اليومين دول. المهم إن أنا أروح، كفاية كده عشان خلاص الجو هيضلم، وهنا إحنا على التل مفيش حتى لمبة.
وكده يبقى تاسكات النهارده كلها خلصت الحمد لله. ما خلصتش التاسكات دي من زمان قوي. استحق اشوف فيلم النهارده بقى، استحق اشوف فيلم. احسن حاجه بقى في ترتيب الاوضه الجديد اللي انا عملته ده هو مكان السرير بالنسبه للشاشه. يعني بص دلوقتي السرير هنا اهو، انا هنام هنا حلو، والشاشه هنا، فانا هنام كده وبس ايه هتفرج على الشاشه كده وانا انام كده. فبصراحه يعني اكتر حاجه انا حاببها في الاوضه بتاعتي لغايه دلوقتي. المهم ان انا هسمع فيلم شريك الجزء الثاني. سمعت امبارح الجزء الاول، مع ان امبارح ما كنتش هسقى اشوف فيلم بس شفت فيلم برضه. عموما دلوقتي بس هشوف الفيلم، وتقريبا خلصت التاسكات كلها فهضيع باقي اليوم، وما اسهل تضييع الوقت بقى فهتلاقي عدى في ثانيه. بشكل عام لو عايز فعلا تخلص من التوتر اللي محاطك واحساسك انك عليك حاجات كتير او انك ما بقتش قادر او عايز تفكر في كل المفروض تعمله، هو انك تركز على الحاجة اللي في ايدك دلوقتي، اللي تقدر تغيره دلوقتي. حاسس بالتوتر عشان حاجة معينة اعملها واخلص منها، بس الاحساس ده خليك فاكر ان هو موجود عشان يزقك، عشان تتحرك من مكانك اللي انت واقف فيه بقالك فترة كبيرة. احساس جاي عشان يقولك انك مش ماشي على الطريق الصح، وانك تقوم تخلص اللي وراك، او بس تقوم تروح الجيم تاخد تمرينة تكسر فيها نفسك فما تقدرش تفكر. وزي ما قلت في الاول، حيث يوجد الميدترم تختفي الحياة الحقيقية بكل افكارها وتعقيداتها، ويبقى بس زنقة الامتحانات والمذاكرة وبس. اشوفك المرة الجاية ان شاء الله. هسمع شريك انا دلوقتي بقى. لوحدنا. لا تقل مزيد، لا داعي لأن تقلقا في أي شأن. سأكون دائما هنا لأحرص على ألا يزعجكما أحد. دونكي. نعم شريكي. أنت تزعجني.